عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا جماعه الخير؟ وسلام عليكم. الفوره من كام؟ وعمر مرموش يفوز على نادي تشيلسي 3-1. مشي عمر مرموش، مشي النهارده. ليفربول يفوز على إبسيتش تاون 4-1، وكان في اثنين من ابناء مصر، محمد صلاح وسام مرسي، ولكن يعني ليفربول دعس إبسيتش تاون 4-1. الفوره كانت من 4 والفوره الثانيه كانت من 3، وصلاح في صدارة هدافين الدوري الانجليزي بفرق جول على هالاند في 19 وهالاند 18 في أسوأ موسم لمانشستر سيتي. ولكن احذر رجوع مانشستر سيتي الى المنافسه. عمر مرموش ودعوات المصريين ممكن السيتي يعني يبقى فريق تاني، وطبعا جوارديولا يضحك لاول مره من اول الموسم من الكآبه اللي هو كان فيها بسبب مراته. قبل الحلقه تعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس لكم حسابنا هناك بالفورم الكام. يلا نبدا. انا بيني وبينكم يعني والله العظيم انا الواد سايب عليا الاستاذ عبد القادر خوشانوف او عبد القادر زعلانوف، سايب عليا جدا، وكنت يعني متعاطف معاه جدا لاول ماتش ليه يعني قدام تشيلسي. والواد يعني طبعا اول جول لتشيلسي غلطه منه، طبعا هي خطا ساذج جدا. طبعا تبقى اول لقطه ليك في ماتش مهم زي ماتش تشيلسي واول مباراه ليك تعمل الغلطه دي، فتبقى يعني حاجه قذره جدا وشعور قذر جدا. والواد صعب عليا جدا لدرجه انا كنت فعلا كنت عايز يعني اخده بالحضن، والله العظيم نفسي اخده بالحضن كده بعد الغلطه اللي هو عملها. الجول الاولاني بتاع مدويكي اللي جه ده غلطه طبعا يعني ساذجه جدا، ما تجيش من مدافع، المفروض الامل عليه لان انت جاي تسد مش خانه، انت هتلعب اساسي خلاص بعد ما الركش اللي هم بتوع السيتي حاليا بتوع المدافعين زي الزفت، فانت بتلعب اساسي جنب اكانجي. حتى كمان ستونز ما بداش الماتش وهنعمل نزل في الشوط الثاني، بس انت جاي تلعب اساسي على اي حد لان انت عندك خلل في منظومه السيتي مخوخه فعلا، في المنظومه بتاعت الدفاعيه بتاعت السيتي مخوخه جدا، فانت جاي يعني تظبط الخط الدفاع، فانت طبعا عملت حته دين غلطه. انا ما اعرفش ايه كان في دماغي انت تلعبها بالهيد كده، اكانجي صوحك قال لك العبها بالهيد لديرسون، طبعا لعبها بسذاجه جدا، لاعب ما عندوش اي خبره، فطبعا تيجي لجاكسون ده لمدويكي الجول الاولاني، بعديها طبعا انت خدت انذار ولعبت بعديها مس باص كتير، بس انت شلت جول. طبعا كانت بدايه وحشه ليك، بس انت شكلك مدافع جامد، وحتى قبل ما تطلع في الشوط الثاني في الدقيقه 53 يعني انت شلت جاكسون بطريقه حلوه جدا، يعني كان التحام مع بعض كتف بكتف وقعدت جاكسون وخدتها، فواضح ان انت ستايل لاعب جامد جدا. طبعا ممكن مع الوقت تتطور تبقى يعني احسن من كده، بس هي طبعا تبقى الاول انطباع للجمهور الغلطه دي فبتبقى وحشه جدا، فمعلش لاعب شكله هيبقى واعد جدا، بس يعني معلش هارد لك وهتبقى كويس الايام الجايه. سوري بقى، نيجي لابننا بقى، ابننا اللي انا هلبس له النضاره دي من كتر ايه العظمه اللي احنا شفناها النهارده. مشيها النهارده الله يخليك والنبي، معلش يعني خليك حلو معايا، زيت معايا النهارده، لان انا فعلا بحس ان عمر مرموش ده اخويا يعني انا بتفرج عليه النهارده وكنت كل كوره بفوكس عليه بطريقه مش طبيعيه، كده لابس النضاره الجامده دي للجامد عمر مرموش، فاستحملني معلش يعني، بس هي عاطفه زايده عني ان اشوف لاعب يعني بيحقق حلمه من زمان. وقلت كده في الفيديوهات بتاعت عمر مرموش، الفيديو اللي انا قلتهم قبل كده او اللي انا عملتهم قبل كده، فيعني معلش انا اعذرني النهارده، انا كل كوره بقول لك انا متعاطف معاه وكان نفسي يجيب جول، وفعلا عمر مرموش النهارده كان ممكن يعني يكتب التاريخ من اول ماتش قدام تشيلسي، فيعني سامحني انا لابس النضاره دي على حالك حاضر. النهارده عمر مرموش يعني في الثانيه 58 الكره اللي استلمها يعني طبعا هي بعدت عنه وشاطها يعني في نص الجول، سانشيز صدها، وكانت بدايه جامده جدا ان هو ممكن فعلا يجيب جول، وسبحان الله بعديها جاب جول اوفسايد، بس انا شايفها مش اوفسايد. خلي بالك الخط اللي انا يعني هوريه لكم ده هي مش اوفسايد يا جدعان، لا بامانه النهارده يعني هنطبل لعمر مرموش بطريقه جامده جدا، بس هي مش اوفسايد. مشيها بقى، مشيها النهارده الله يخليك، معلش استحملني النهارده. فطبعا جابوا الاوف سايد، طبعا قال لي الحكم للرايه ان هي ايه يعني يتكلم معاه، قال له لا يا شخرس هي مش اوف سايد، هي اوف سايد. طبعا كانت هتبقى انطلاقه حلوه جدا، بس كان عاجبني جدا في الماتش ده وبالنسبه لي مان اوف ذا ماتش هو جفارديول النهارده هو عمل كل حاجه في الكوره، باك ليفت دفاعي شغال، باك ليفت هجومي عصري شغال، ضيع كورتين ما يضيعوش، الكره اللي هي جات له على شماله وقط بيها المدافعين وشاطها بيمينه بره الاربع خشبات جت في جماهير السيتي، والكره الثانيه اللي برده اللي ضيعها بس هو ما ضيعهاش. هو السيتي يعني كان عنده حاجه غبيه جدا، وهي ان المفروض تلعب اللونج باص على المدافعين بتوع تشيلسي اللي هم اصلا كانوا يعني وناحيه نص الملعب،
فانت يا عم يعني اي حد منكم يلعب اللونج باص، لان لقيت عمر مرموش هو فودن وحتى يعني كمان ماتيس نونيز وفارديول في كذا فرصه انت ممكن تلعب الكره دي ليهم وهو هيبقى منفردين. وطبعا لعيبه تشيلسي بتلعب غلط، اوف سايد تلعب غلط، وكل حاجه فيهم غلط النهارده يا عم. بس انت المفروض خلاص يعني مش كل شويه تاخد الكوره وتخش بيها الجول، تلعب اللونج باص هتكسر دفاعات تشيلسي. في كذا كوره لعيبه مانشستر سيتي كانوا اغبياء جدا في ان هم يلعبوا اللونج باص بسرعه، 4 لعيبه متاحين قدام الجول. بس فعلا الجول الاولاني اللي جابه جفارديول هي جاندوجان لعبها لونج باص لماتيس نونيز. ماتيس نونيز ده ما تفهموش هو بيلعب ايه دلوقتي، انا مش فاهمه. الاقيه باك رايت، الاقيه باك ليفت، الاقيه في النص، الاقيه يمين، الاقيه شمال، ما تفهموش هو فين. يعني انت مش ماتيس نونيز ده فجاه تلعب هو الهجوم، وجاندوجان لعبها له حلوه جدا فمشي بيها خبطه طبعا بينه وبين سانشيز، تيجي جول قدام جفارديول يحطها جون. طبعا جفارديول ضيع الكره اللي قبليها دي، الاستلامه حلوه قوي، اللونج باص برده معموله حلوه جدا، استلمها وحطها يعني بشماله جنب الجول. فيعني جفارديول النهارده متعني كوره وفعلا الكوره اديته النهارده حقه ان هو جاب جول، وكانت 1-1 والدنيا ماشيه جدا. تشيلسي ماريسكا انا مستغربه ومستغرب جدا اللعيبه بتاعت تشيلسي، ومستغرب كل حاجه، لان انتوا مثلا في ماتش تبقوا جامدين جدا وعاملين فور كتيره جدا، وبتيجوا ماتش المهم او الماتش المهم يا جدعان اللي بيحصل لكم مش فاهمكم. يعني واحد زي بالمر ده انا شايفه لعيب جامد، ولما راح تشيلسي خد فرصه. وطبعا دلوقتي حاليا جماهير مانشستر سيتي يقول احنا بدلنا اسد ولا بدلنا فار باسد والكلام ده كله بتاع السوشيال ميديا. بس يعني ما اعرفش ايه يعني بالمر بحسه في الماتشات الكبيره دي لما يعني كذا ماتش اشوف البالمر قدام الفرق الكبيره ما اعرفش ايه اللي بيحصل له. يعني مش ده بالمر بتاع الماتشات اللي بيعملها في الدوري الانجليزي. وينام ماتشات كوره عمل اسيست طبعا الغبي اللي عمله لجاكسون. يعني انت انفراد كان غلطه من مين؟ من عمر مرموش، مشيها الكره اتقطعت منه في نص الملعب، اتباص من انزو فرنانديز تيجي بالمر. انا قلت هو والجول جول خلاص، يعني هيحطها على شمال ايدرسون هتبقى جول. اداها جاكسون يعني هيعمل جاكسون ايه والقرف ايه يا عم؟ انت شاطها انت على طول هتيجي جول. طبعا يعني خشنوف يعني الحمد لله زي ما تقول ايه، يعني عدل شويه من اخطائه والكره كانت قدامه يعني اتشاطت فصدها، هو خشنوف اللي صدها مش ايدرسون. الكره بعديها يعني بتضيع كور غريبه قوي. ومدويكي ده كمان يعني هو كان كويس مش وحش قوي، بس يعني منظومه تشيلسي كانت غريبه جدا. لكن احنا اصلا احنا بنتفرج على الماتش احنا نسينا احنا بنلعب تشيلسي. يعني انا بتفرج على الماتش انا مركز جدا مع عمر مرموش وناسي فرقه اسمها تشيلسي وبتنافس. وانت عارف انتوا فعلا انتوا لعبتوا ماتش وحش جدا، وكان قدامكم انتوا تكسبوا الماتش في اول 5 دقايق 3-0 وش بعد جون بتاع مدويكي. بس غباوه جدا من الاستاذ ماريسكا باللعب بخط الدفاع المتقدم. وبرده السيتي غبي ان هو برده ما استغلش الفرص دي، وهتبقى الفرص اكتر من كده. على جماهير تشيلسي يعني بتسب وتلعن فيهم 1-1 من الاداره بسبب ان هم ما جابوش مهاجم غير جاكسون. وتشيلسي كويس قوي ان هو بيعملوا السيزون ده ان هم فرقه اب سايد داون بطريقه بشعه، وتفهمهمش انتوا حلوين قوي ولا وحشين قوي ولا انتوا ايه، ومصاريف بتصرفوها يعني بطريقه غبيه جدا. فرقه المليار على راي محمد ابو تريكه يعني، بس مش مبرر يعني انتوا بتعملوه ده. كان ممكن تخلصوا الماتش في اول 5 دقايق وتريحوا الدنيا ان السيتي كمان دخل في الجيم، وانتوا كمان اديتوا السيتي الكوره ان هو يعمل فيكم كل ده. طبعا الشوط الثاني يبدا تشيلسي هو السيتي مستحوذ على الكوره، طلع خوشانوف ونازل ستونز. طبعا هو عنده انذار خوشانوف خوفا منه، واول ماتش ليه هياخد طرد فمش ناقصه، احنا هنتابع عليك الماتش الجايه. بعد كده طبعا مرموش ضيع الكوره الشوطه الحلوه قوي يعني كانت ممكن يجيبها. وطبعا انا برضو يعني مخنوق قوي من قصه اللونج باص اللي كانت ممكن تخلص الماتش يعني عارف باقل مجهود. يا عم العب لونج باص خلاص هتوصل لهم قدام الجول وهتخلص الدنيا. بعد كده يعني طبعا يعني تشيلسي يعني ما تفهموش فرقه بنت 60 مسك الكوره هو المستحوذ اكتر، يجيب الجول الثاني هو اللي عنده الدفعه اكتر او عنده الدوافع اكتر من تشيلسي. وفعلا يعني عمر مرموش ضيع الكوره بتاعت الشوطه اللي شاطها، يعني هي قويه قوي يا مرموش، يعني كانت عايزه ار2 تحت يعني او فوق، بس يعني مش كده، انت موجت قوي او الكوش رجلك فتح قوي في الكوره. ففودن طبعا يعني قال له يا عم انا كنت موجود اهو، باصها له. وعمر مرموش طبعا عايز يجيب الجول الاولاني، تبقى انطلاقه جامده جدا. وبعديها ايدرسون ما كملناش دقيقه، ايدرسون يعني الكوره
يلعبها لونج باس، هالاند ياخدها، سانشيز هو اسوأ حارس في الدوري الانجليزي، يعني عمل 5 اخطاء ب5 تجوال. وفعلا انت اللي طلعك يا عم سانشيز، يعني عم سانشيز هالاند استلمها، هالاند طبعا تقول الماتش زباله جدا، غير الجول اللي جابه الاسيست ده الفودن في الجول الثالث. بس هالاند مش متحرك زي اي، يعني مش عامل زي مرموش، مش زي اي مهاجم تاني. يعني ليفاندوفسكي مثلا بيعصبني ان هو ما بيجيبش جوان وبيضيع اجوان، بس ليفاندوفسكي مثلا بينزل لنص الملعب بيحرك اللعيبه بيسحب مع المدافعين، عكس هالاند عايز الكره قدام الجول الاعتماد عليه اكتر، الفيزيكال يعني جسديا على اي مدافع في العالم. وهو طبعا بنيانه شوف عامل ازاي، خد الكره على شماله وعملها تشباه من فوق سانشيز الاهبل العبيط، يجي الجول الثاني. فهو مشكله هالاند ان هو ما فيش حد ليه يغذيه زي السنه اللي فاتت واللي قبليها، ما عندوش دي بروين، ما عندوش حد بيرفع جامد يعني في السيتي زي السنه اللي فاتت. برناردو سيلفا كمان طبعا النهارده كان سيء جدا، ما عجبنيش خالص. كان المفروض انا بالنسبه لي كان المفروض يطلع مثلا برناردو سيلفا وينزل دي بروين، ما يطلعش مرموش. يعني انا كنت شايف مرموش ان هو كان ممكن يعني في كذا كوره ان هو بيخطف المدافعين بتوع تشيلسي، والباصه كان ممكن تيجي يعني من اي حد من نص الملعب، لان دفاع تشيلسي مضحك اصلا. فيعني دي وجهه نظري ان هو كان يطلع برناردو سيلفا، مش عشان مصر والله العظيم يعني، لا هو برناردو سيلفا كان وحش جدا وكان بطيء جدا، يعني بيطلع بالكوره بامانه. وعارف مش ده برناردو سيلفا بتاع السنين اللي فاتت، او مش ده برناردو سيلفا بتاع السنه اللي فاتت على الاقل. فبعديها تشيلسي يعني بيحاول على المرمى، عايز يجيب جول طبعا. يعني كان نرفزني جدا ما في الماتش ده برضو من ناحيه تشيلسي، الجوله بتاعت يعني ايه من عند ضربه المرمى، كولويل يقعد ساعه وخد فيها انذار في الشوط الاولاني، يديها لسانشيز، سانشيز يلعبها ايه على طول. طب ما يلعبها سانشيز من الاول، طبعا ما خد بعديها انذار برضو. جماهير السيتي طبعا عملت يعني تهيج على الجمهور وعلى كولويل وسانشيز، كل شويه كولويل يدي الكوره لسانشيز، سانشيز يرفعها على طول، بعد كده برضو كذا مره ضربه مرمى. يا عم خلاص غير، يعني انتوا اصلا مش عارفين يعني تبنوا هجمه من تحت، خلي سانشيز يشوط على طول. يعني لازم كولويل يديها لسانشيز، فسانشيز على طول يرميها. ما هي ما تعملوش بيها اي حاجه، يا اما تيجي اوت ما حدش يستلمها. دي من الحاجات اللي نرفزتني جدا في الماتش، كولويل وسانشيز الاثنين كانوا اعبط من بعض، ده خد انذار والثاني لبسهم في جول. بعد كده الجول الثالث يجي، يعني انا افتكرت ان هذا لعبه بكعب الفودن طبعا خدها من نص الملعب، طبعا هو لعبه بيمينه خدها استلامه حلوه جدا، لعبه بيمينه جميله جدا لفودن يطير بيها ويجيب الجول الثالث وينهي الماتش على كده. طبعا احنا بالنسبه لنا الماتش كان خلص في الدقيقه 73 عشان طلع عمر مرموش. الماتش مهم قوي ان السيتي يكسب تشيلسي. طبعا جوارديولا يعني طبعا زي ما بقول لك ما ضحكش بقاله كتير وفرحان. وعايز اقول طبعا رساله للكابتن استاذ رضا عبد العال، حاليا دلوقتي انت مبسوط بالقصه اللي انت شايف النهارده دي ولا لا؟ يعني ان عمر مرموش كان هيجيب جول او كان يجيب جولين والبدايه بتاعته حلوه ولا لا؟ فيعني انت مبسوط النهارده ولا انت متضايق ولا ايه؟ يعني لو انت يعني فيك حاجه قولها النهارده بقى، عشان هو فنكوش والكلام يعني صباح الفل. ركز يا مرموش، يعني ما تركزش في اي، يعني ركز في الكوره بس. طبعا انت هتسمع هرتلك دي كتير الايام الجايه من السوشيال ميديا لو قدر الله عملتش اي حاجه، عشان انا بقول لك يعني اول ما الدنيا تقلب عليك الناس كلها هتقلب عليك بطريقه يعني ايه وحشه. فركز في الكوره بس ان شاء الله، يعني هتجيب اول اجوانك قريب وهتبقى انطلاقه جامده ليك زي كده محمد صلاح. فان شاء الله عمر مرموش ربنا يكرمه في الدوري الانجليزي ومع السيتي، لان السيتي الاسبوع الجاي قدامه ماتش مصيري لازم يكسبه عشان يلحق ملحق التشامبيونز ليج. الناحيه الثانيه ليفربول، يعني طبعا هو مش متصدر، هو مكتسح الدوري الانجليزي، فرق كان 7 ولا فرق 6 حاليا، وفاضل له ماتش يعني مؤجل، لو كسبوا يبقى فرق 9 اعتقد ولا 10. طبعا هم كسبوا ابسيتش تاون 4-1، صلاح جاب الجول ال 19، هاندي بعديه 18، جاكبو كمان يعني هو طبعا السنه اللي فاتت كان جامبو، دلوقتي بقى جاكبو فعلا. ارن سلوت بيطلع من اي لاعب في السيزون ده احسن ما عنده، تصريحاته كمان رايقه جدا وبيدي موتيفيشن جدا للعيبه دي. بيقول لك على اندو ان هو يعني فعلا بيتدرب ولعيب بروفيشنال عالي قوي. اندو الحمار اللي هو اندو ده خلاص، يعني المؤتمرات بتاعته ان هو اي لاعب عنده بيجتهد هيلعب. ارنولد من اول السيزون ده كان سيء جدا دفاعيا، طبعا انت عارف ارنولد سيء، بس هو ارنولد كان سيء جدا حتى في الهجوم كان سيء وما كانش يعني بيلعب خالص، وكان لا مؤاخذه بيتمرقع. فاول ما قعد وكان بينزل برادلي عشان برادلي كان بيلعب احسن منه بيتدرب احسن منه، فاول ما ارنولد حس ان في خطوره في الباك رايت لعب كويس ضرب كويس فبينزله. الراجل ده عادل جدا. خلى كمان جرافنبخ من السنه اللي فاتت كان لعيب منبوذ، انا جرافنبخ ده بالنسبه لي يعني بص
سيبك من صلاح اللي بيعمله يعني اللي هو المعتاد. جرافنبرخ يا جدعان من احسن لعيبه نص ملعب حاليا في العالم، هو بدري. بالنسبه لي انا جرافنبرخ عالي قوي قوي قوي، لعيب كوره ودريبلينج وشويط. انا كل فيديو ليفربول لازم اتكلم على جرافنبرخ ده. يعني فعلا ارن سلوت هو علامه الفارقه لنادي ليفربول، وحاليا هو بيغطي فراغ ان بعد ما جورجن كلوب مشي، لا احنا معانا ارن سلوت. ارن سلوت فعلا مخلي اللعيبه دي نار. هم اصلا دلوقتي هم عايزين صفقات، لان طبعا في مشاكل حاليا ان ارنولد وفان دايك وصلاح ما جددوش. فمعرفش هل ليفربول هيكمل الموسم ده بالشكل الجامد ده من غير ما يدعموا ولا صفقه، او ما جابوش ولا صفقه خالص. لان هم دلوقتي متصدرين الدوري الانجليزي، متصدرين الشامبيونز ليج، بس انت عايز نفس اطول. لان لو اي لاعب من منظومه ارن سلوت لو اتصاب دلوقتي لا قدر الله، مثلا لو صلاح اتصاب، باي باي ليفربول بالنسبه لي. فان دايك لو اتصاب باي باي هو كمان، لان المنظومه جامده فشخ. جرافنبرخ لو اتصاب هو كمان ملوش بديل. فعندك 3 و4 5 ال 11 اصلا ملهمش بديل من الاخر. بس انا حاليا مش فاهم اداره ليفربول، يعني هل هتفضلوا في العند ده ولا ايه؟ يعني انتوا عايزين توصلوا لايه؟ حاليا انتوا بتنافسوا على اهم بطوله في العالم اللي هي تشامبيونز ليج، وبتنافسوا على احسن دوري في العالم اللي هو الدوري الانجليزي. فانا ما اعرفش انتوا عايزين ايه؟ هي ماشيه كده ببركتها ولا خلاص؟ فما اعرفش. قول لي انت في الكومنتات، هل ليفربول يقدر ياخد الشامبيونز ليج والدوري الانجليزي ويبقى عنده النفس الطويل ولا لا؟ في نهايه الحلقه لو وصلت لاخر الحلقه اكتب لنا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. يعني يا رب اكون وفقت في الحلقه بتاعت النهارده. قولوا رايكم في الكومنت، يعني لو انا تقلت عليكم معلش، يعني انتوا حبايبي كده كده، وريت تدعمونا اكتر من كده يعني لو سمحت. بس كده، سلام عليكم.